يا مساء الفل، معاكم التلاتيني، والنهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ازاي تفشل في تعلم اي مهارة جديدة بنجاح وبأسهل طريقة ممكنة. اول حاجة اقولك عليها هي انك تدور على المثالية في كل حاجة بتعملها. لو انت عايز تتعلم مهارة معينة، شوف المحترفين بيستخدموا ادوات ايه، وما تبدأش غير لما يبقى معاك نفس الادوات اللي معاهم. حاول تتفرج على مراجعات كتير واسحل نفسك دايما في التفاصيل. طول ما انت ما بتبتديش ومركز في الادوات، مخك هيقتنع انه بيعمل حاجه مفيده، ويريحك من احساس الذنب اللي بيجيلك عشان قاعد بتضيع وقت. تاني حاجه انصحك بيها هي فكر كتير في النتائج. قبل ما تبدا في اي حاجه، فكر هل هتقدر تنجح بعد تعلم المهاره دي ولا لا، ولو نجحت هتدخلك كام في الشهر، او لو فشلت مثلا اللي حواليك هيقولوا عليك ايه. لو انت مثلا بتحاول تعمل قناة يوتيوب، فكر الناس هتقول ايه على شكلك وطريقة كلامك، وفكر ممكن ينتقدوك في ايه لحد ما تزهق وتتخنق وتفكس خالص المشروع، ويجيلك بعد الشر يعني اناليسيس باراليسيس، شلل في اتخاذ القرار. والله تأثرت لي لحظة أبكي. والله يقول لي أنت مشلول ولا رجولك منملة؟ تالت حاجة، دايما قارن بداياتك بمواسم حصاد الآخرين. قارن أول فيديو ليك أنت صورته بموبايلك بآخر فيديوهات الدحيح وفي الحضارة. اتفرج على ناس بدأت من قبلك من سنين، وقول أنا لو مش هعمل أحسن منهم أو زيهم على الأقل يبقى بلاش أحسن. لا يمكن أبدا تنفيذ حكم الإعدام إلا أن يصل اليقين. اعدام قول لنفسك هو حد هيسيب الناس دي ويقعد يتفرج عليا؟ واضمن لك انك هتفشل تعمل حتى مسودة السكريبت 3 دقايق. رابع حاجة، ما تخليش حاجة تحركك غير شغفك. لو حسيت انك ما عندكش شغف تبدأ، ما تبدأش. لو بدأت وحسيت انك فقدت الشغف في النص، وقف فورا. خليك دايما ماشي ورا الشغف، واوعى تلزم نفسك بأي شيء او تغصب نفسك على بذل اي مجهود، الا بقى لو انت ناوي تنجح ولا حاجة. ابدا وشرفك يا معلم. خامس حاجة، قرر انك تبدأ في مشروع من غير ما تعرف عنه اي حاجة. ابدأ على طول من غير ما تفكر انت عايز تقول ايه والمين. خلي مخك دايما ماشي يفكر في النتيجة قبل ما يفكر في السبب. حط لنفسك خطة تعجيزية عنيفة ما يقدرش عليها غير واحد بادئ قبلك بسنين، وقول لنفسك لو الجدول باظ مني لأي سبب يبقى انا مش هقدر انجح في الموضوع ده، وسيبه فورا. هحاول. سادس حاجة أنصحك بيها هي إنك تجمع كورسات وحلقات وتعمل سيف لريلز كتير من اللي أنت ناوي تشوفها إن شاء الله لما تبدأ. اضحك على عقلك بشراء كورسات، ونزل البرامج اللي محتاج تتعلمها، وخش على اليوتيوب والتيك توك اسأل أهل المجال اللي عايز تتعلمهم هم نجحوا إزاي. بس اوعى تبتدي، عشان لو ابتديت ممكن تنجح، إنما لو قعدت تجمع داتا بس هتحس إنك عملت حاجة ومخك هيتبسط ويتكيف من غير ما يبذل أي مجهود. سابع حاجة، اعرض فكرتك الخام على الناس الغلط. قبل ما تسجل السكريبت بتاعك، روح سمعه لحد مش مهتم بالموضوع اللي انت بتتكلم فيه اصلا، وشايف اللي بتعمله ده كلام فاضي، واطلب رأيه. احكي له بحماس عن نجاحاتك المستقبلية، وازاي ان فكرتك دي ثورية وهتلفت انتباه الكل، حتى لو كان الشخص ده مش اجتماعي ومش بيحب الناس. واسمع منه احلى يا عم فكك، او الموضوع ده ملوش مستقبل في الدنيا. ربنا يوفقك يا حبيبي. يا حبيبي. تامن حاجة هي انك كل ما تبدأ في شيء سيبه وروح لحاجة تانية على طول. يعني ايه؟ يعني لو بدأت مثلا في مشروع بحماس جامد جدا وابتديت تمشي فيه شوية وتوصل لنتائج كويسة، سيبه فورا وابدأ في فكرة جديدة. عملت بودكاست ونجح، سيبه بسرعة وروح اتعلم عود. اتعلمت الاساسيات وبقيت تعرف تستخدم العود، اجري بسرعة اتعلم برمجة. ولا انت عايز المستقبل يفوتك والاي ياخد مكانك؟ الاي ما خدش مكانك ولا اي حاجة خالص. سيب البرمجة وروح اتعلم حاجة جديدة. تاسع حاجة هي نط فوق الأساسيات. ابدأ من النص. لو فكرت تقرأ، اقرأ أكبر وأضخم كتاب وأكتر كتاب معقد ممكن تشوفه في حياتك. اقرأ الإلياذة والأوديسا لهوميروس، أو مثلا الإخوة كارمازوف لدوستويفسكي. لو قررت تتعلم موشن جرافيك، سيبك من الأساسيات وروح على طول اتعلم تقنيات معقدة. عايز تتعلم الرسم، ابدأ بالموناليزا. مش بعيد تطلع ليوناردو دافنشي وانت ما تعرفش. اوعى تبدأ بالأساسيات وتمشي الطريق واحدة واحدة. ولا انت شكلك مش استثنائي وزي الباقي وهتتعبنا ولا ايه؟ توقع البوم من اول دقيقة. اول فيديو هتنزله توقع انه هاي فايرال وكل المشاهير هيشيروه، والناس هتتصل بيك تهنيك بقد ايه انت جامد، والمنصات كلها هتبقى عايزة تتعاقد معاك. ما انت ما تعرفش المهاتما، وانا بقيت المهاتما ازاي؟ حد يعرف؟ عارفينك ليه؟ طب ما تقولوا لي يا اخوانا، لان انا مش فاهم حاجة وشكلي زبالة قدام الناس.
لو طبقت كل الافكار دي بنسبه كبيره هتحقق كل الفشل اللي بتتمناه، وهتشوف حواليك ناس بتنجح وبتوصل المكان اللي كنت عايز توصله في يوم من الايام، وهتقعد تقول للي حواليك تعرفوا ان انا كمان كنت بعرف اعمل زيه بس للاسف ما كملتش. كان معكم التلاتيني، ذلك الذي يحاول ان يذكر نفسه والاخرين بالسعي وبذل المجهود في زمن فقدان الشغف والخمول. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش. اشوفكم على خير، سلام.